ناضجة، عربية العمق، قومية الأهداف. جواد من تاريخ لغاية ما توفى يعني كانت يعني دعايتهم بها، كان موقفه مشرف. يعني أنا يعني قديش مشيت مع عمري ما شفته مد ايده لواحد ياخذ مكافأة ولا ياخذ شيء أبدا، ما في. مش قادر أوصف لك إنه هذا الإنسان أنا هو خسارة في حياتي. يعني أنا فقدت أخ أبو عمار، كنا نص أيتام بس بالنسبة لي، بس لما راح أبو جواد أنا الآن يتيم بشكل صحيح. كان وطن يتمثل في رجل. فتت عبيت صغير في مخيم عسكر، لقيت شيخ كبير صافن بيتفكر. قلت له وين كرت الوكالي يا أميري؟ لقيته وضعه تحت الحصيري، تحت الحصيري، تحت الحصيري. وسألته شو بتعمل هي يا عمي، وشرح لي حالته إنها فقير. وسألته عن عمره وموطن ميلاده، عقله سرح تا وصل بلاده، وصل يافا وتذكر بحرها، عروس البحر يا مهجة فؤاده. وصل حيفا وتذكر قمرها، وسطح البيت ومن حوله ولاده. وصل اللد وتذكر بحرها، وسهل الزرع في موسم حصاده. ومن بعدها قال لي سجل أنا مهاجر، قلبي ألف علي ولساتني صابر، بلادي محتلي. ويا طير يا طاير يا طير يا طاير، بالله وصل لي للمكبرة بيافا بيافا. الرحمة على جداده، على جداده. احكي يا أيام احكي، احكي يا أيام، احكي يا أيام احكي، مش أي كلام. يوم هجمت قطعان الذياب عن عالبكر الطهور، قلعت من الأرض الزرعة والنور، ذرة الطفل والشاب والشايب لقى نفسه منها الجوع، حرمان وجوع وتشرد زايد. لما طلعنا لا ظل خير ولا ظل غيره، ظل طول أعماركم إن شاء الله. خلقت الكارثة الثانية في الشعب الفلسطيني عام 67، ولبى أبو جواد نداء الوطن، فترك العمل والعائلة وانضم إلى المقاتلين في صفوف الجيش الأردني. فرأسا دخلت في الجيش الأردني، كان في تابع عامة، دخلت التابع العامة على أساس إني مقاتل. عاد إلى لبنان معلنا انضمامه لصفوف الثورة والعمل الفدائي تحت إمرة حركة فتح. لما بعدين هو جاي رد شبك حاله بفتح، شبك حاله مع فتح، ضلت مع فتح، تشتغل الساعة كم ضلت مع فتح. عاد إلى الوطن واعتقل مباشرة وسجن لمدة عام 1969.
في عام 71 عاد مرة أخرى للسجن بشبهة أمنية، وحكم عليه بالسجن ل3 شهور. تكررت نفس هذه التهمة عام 73 وحكم عليه بالسجن ل4 شهور. قمنا بعملية على دوار نابلس، ضربنا سيارة جيب قنبلة. بعدها أخذنا سلاح من واحد واعتقل دل علينا، انحبسنا. طبعا واقع السجن واقع لئيم، لكن كان في هذيك الوقت الفلسطينيين الموجودين بالسجن كانوا عندهم فكر ثوري، كانوا فعلا يعني فصائل، كل فصيل يحترم ذاته ويحترم نفسه ويحكم على ناصره، تعامل ثوري. بعد تراجع العمل الفدائي الموجه نحو فلسطين من قبل منظمة الصاعقة، وبعد الأزمة الحاصلة بين المنظمة وسوريا، كان لابد من اتخاذ قرارات تحفظ للقرار الفلسطيني استقلاليته. ومن هنا كان قرار المناضل أبو جواد أن يترك تنظيم الصاعقة والعودة لتنظيم فتح وإطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعاد مرة أخرى إلى أحضان الأم الراعية. كان مسؤول تنظيم الصاعقة بالسجن، لكن هو مش صاعقة ولا حزب بعث، هو فتح. لكن هو كان في هناك عملية تحقيقات، إذا بدي يجزئ قضية فتح، وهذا هو كان منسق لفتح مع الصاعقة. فلما انسجنوا واعترفوا على الصاعقة ضلهم قال لهم أنا صاعقة، بديش يفتح يعني خطوط على فتح ويأذي فتح أو إنه يفتح أسرار على فتح، فضل ملتزم بالصاعقة في داخل السجن. لكن المعروف أمام الفصائل إنه أبو جواد هو فتح ومن قيادات فتح. قال تخرفنا وانبسط مني وقلت له منين انا، وقال لي انت من عيله كبيره وانت من عشيره ابو كشك، انا بعرفها زمان وانا مش عارفه شو. قال له لما قال له بدي اضل بالتنظيم، قال له خليك بالتنظيم، ضل بالتنظيم، يعني ما طلعش من التنظيم. شاور ابو عمار وقال له، قال لي قلت له ابو عمار هيك. ابو جواد كان في سجن نابلس المركزي علم، كان راحب الصدر. كنا احنا كما قلت مجموعة من الأطفال المشاغبين، لكن هو بسعة صدره حقيقة كان يتعامل معنا كأبنائه. في داخل السجن احنا عندنا حرية مطلقة، مش حرية هو معطينا إياها، حرية احنا مثبتينها بقوتنا بإرادتنا، هيك بدنا هيك بدنا. في واحد الاحتلال مصر إنه يطلع، فهمت؟ أي واحد لما يجي الاحتلال أي واحد بده يعمل سجن بيفتح الباب بيطلع. فكان الصراع صار بين أبو جواد وبين الاحتلال، قال لهم إذا بطلع بعد ما قبل ما تاخذوه. فعلا الاحتلال ما قدرش يقدر، لأنه فعلا كان في قرار بينهم. هبت نسائم الحرية في 20 أيار 1985 حين استطاع أحمد جبريل أن يفرض شروطه على المحتل، فتنسم هذا العبير ما يفوق على 4000 أسير، وكان أبو جواد من ضمنهم، فخرج إلى بيته بعد قضاء 10 سنوات في الأسر. قال لي كيف بدك تروح؟ بدي أروح أنا. قال لي قلت له أنا بدي أروح، قلت له يرقون شلي التنظيم تبع اللي بروحني. قال لي يا شيخ اسكت اسكت وانا بتروح على تخلص كل الليل، انت بالذات شايف. فقاعد في الملة هو بنادى علي ابو كشك تعال، كنت مروح على بيته، صار يضحك العرض. قال لي انت مش قلت لك بدي اروح على، قال لي انت صديق، يعني انت صادق. والله اجوا الشباب هيك وما رضيش، قعدنا احنا قاعدين هالنسوان نغني، قال ابدا انا ما مثلا لما طلعت السجن ما بيضش، السجن ضل مساجين كثار وانا هذا الشيء بديش تعمل لنا. سكت النسوان. بعد الخروج من المعتقل عام 85 عاد للعمل الجماهيري الكفاحي من خلال بناء قواعد تنظيمية عسكرية، واستمر العمل إلى أن كانت الانتفاضة العارمة عام 87.
فكان الاتجاه للعمل ضمن محورين: الأول قيادة العمل العسكري والوحدات الضاربة واللجان الشعبية والقوى الوطنية الموحدة، أما المحور الثاني المحافظة على النسيج الاجتماعي موحدا من خلال قيادة لجان الإصلاح الوطني، فكان العنوان الذي تجمع عليه الفصائل الوطنية. أنا جيت لهذا المخيم حط حكي بحكي، كان اسمه تل الجواسيس. حطيت نفيذة في كم شاب على كيفك، وبلشنا كل الجواسيس المعروفين راحوا للمخيم، وصار المخيم زي ما بدك. بعد ما خرج من السجن ضلينا أنا وياه يعني متواصلين مع بعض، ما تفارقناش يعني إلا الموت تبعه فرقنا عن بعض، وظلينا احنا وياه وين ما في مشكلة مثلا تصير يودي وراي أو يتصل تلفون، وبعدنا في مشكلة في المطرح الفلاني تعال أروح ننطلق على المحل اللي احنا مثلا رايحين له ونتمم مع المشيئة الربانية باختصار، يعني نتمم الصلح الواحد وشيء، وكانت رحلاتنا موفقة يعني مع المشيئة. يروح للصلحات يا بني على صلحة الخير، مش على صلحة لا سمح الله إشي. هذا بده مثلا بده من هذا إشي، هذا بده يطلق، هذا بده يساوي، يصلح وما تو يصلح. أقسم بالله في معاه قضية ما تو عليه بده يكملها. في الأول من إشباط عام 88 أصدر رابين سياسة تكسير العظام، وكان الهجوم المخطط له من قبل المخابرات الإسرائيلية في 8 من شهر إشباط على بيت أبو جواد وعائلته. بذكر في بداية الانتفاضة الأولى كان في سياسة تكسير العظام اللي انتهجها رابين، فإحنا كنا من أوائل الناس اللي عانينا من السياسة هاي. فبذكر إنه في 7/2/88 كان في شوية مظاهرات ومشاكل في المخيم. فبذكر كمان إنه هربنا من الجيش يومها أنا ومجموعة من الشباب، ودخلوا على البيت عندنا، فأنا هربت على بيت جيراننا اللي كان مسكر. فبعد فترة مسكوني في البيت نفسه هذا وطلعوني لباب البيت وبلشوا يضربوا فيي، فصرت أنا أصرخ لحتى يعني الناس ينجدوني أو أهلي ينجدوني، فطلعوا أهلي علي وصارت عركة بيننا وبين الجنود اللي كانوا موجودين. لما صار يصوت قمنا رحنا نفزع له، هجموا علينا كل اللي في باص ملان. أبو شوقي واقف وطلب منهم أبو شوقي إنه بذكر إنه حكاها بالعبري وأبوي ترجم لي إياها، إنه كسروا إيديهم ورجليهم ما تكسروا رؤوسهم لأنه ما بده موت. قبل لا يطلعوا من المخيم آخر المخيم من تحت، أول ما ضربوا أبو جواد ضربوه أنا إلا دمه بيسيل، صاروا يضربوا فيهم في الباص، خذوهم ظلوا يضربوا فيهم من الصبح، ظل يضرب فيهم للمغرب في الليل. خالد من الذين فقد الوعي، لا ايد تحترق ولا رجل تحترق. اخذوني، لقيت خالد فاقد الوعي، ولقيت ابو جواد، ولقيت جمال، ولقيت ابو مثقال. قلت له وين خالد؟ بدك تقول لي وين خالد؟ لقيت خالد فاقد الوعي، مسكت وعي وقديت. ساعتها صرت ابكي لانه خالد ما حكاش معي. أنا اهتميت بما ظلك مصبغين أبو جواد من لون هذا بدنه، لكن بكيت على خالد اللي فاقد الوعي. قلت خالد مش راح يعني يعيش. طبعا آثار يوم 7/2 لا زلت أعاني منها لحد الآن. يعني أنا يوم تعرضت لتكسير إيدي التنتين طبعا، وإيدي من هون وركبي طبعا، واثرت طبعا اثرت علي جدا جدا، بحيث انه انا يعني بيزبط لاحظ انه ايدي اضعاف كثير وما عنديش قدره على الحمل، ما عنديش قدره على العمل في ايدي. لا بديل عن ممثل الشعب الفلسطيني. اثناء وجود هذا الجبل في النقب عرض عليه مقترح، وعلى بعض المعتقلين القادة كان الهدف منه ايجاد قيادة بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية. عرض عليه من قيادة إحدى الفصائل أو هو الفصيل الصاعقة، وعرض عليه فلوس، شنطة فيها فلوس كانت مغلقة، إنه يجي يسلم تنظيم الصاعقة. فقال لهم أنتم
ما يعني بتغالطوا أنفسكم. كان بدويا بطبعه، صافيا صادقا مخلصا محبا، أخذ من البداوة قساوتها وخشونتها فأعطته النخوة ورجولة والثبات على المبدأ. أما عدا ذلك فهو الحاني المعطاء الكريم، وكثيرا ما تندر الأبناء على تصريحاته الدائمة بكم الحب الهائل لزوجته الصابرة، وإن كنا في بعض الأحيان نشكو صلابته، إلا أننا نعلم جيدا أنه سيضعف أمام سلاحنا الذي كنا نستخدمه في أوقات الحاجة. الحج فقد 3 من أحفاده و3 بعز شبابهم. فقد فادي ابن أختي استشهد، وفقد ناظم، وفقد معاذ. الحج صلب، و ما كان يحكي كثير، يقول ما كان يحكي عن أحفاده كثير، لكن كنت أشعر إنه فعلا يشعر بالحزن والمرارة، بالمرارة اللي بيشوفها بوجه أبنائه اللي توفى أولادهم. لو ضاقت الدنيا على راعي الطيب يبقى شذا طيبة على الناس طايب. للغيم في صدر الثرى صوت ترحيب، في كل يوم تشرق الشمس وتغيب، تبقى انت الحاضر والكل غايب. نؤمن بثورتنا، ونؤمن بمقدساتنا، ونؤمن في أرضنا، ونؤمن في وطننا. عيوني على بكرة وقلبي معكم، لو راح المغني بتضل أغاني تجمع القلوب المكسورة والبتعاني، لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم. عيون